ما كنتش مصدقه بجد ان النتيجه هتطلع بالطريقه التحفه دي. تعالى اقول لك عملتها ازاي. اول حاجه هجيب البوله بتاعتي وانزل فيها باتنين بيضه، وهنزل عليهم كمان بكوبايه من السكر ورشه من الفانيليا، وهقلب المكونات دي كلها بكل بساطه. يعني عندك مضرب يدوي، مضرب كهربائي، سباتيولا، اي حاجه. وعندي تلت كوبايه زيت، ومهم جدا الزيت يكون نوع نظيف وجيد علشان ريحته بتطلع في الكيك بتاعي. بعد كده هضيف كوبايه ونص من الدقيق، عليها نص كوبايه من الكاكاو الخام، ومعلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان، ورشه ملح، وباكت من البيكنج باودر. وهقلب المكونات دي كده مع بعض بالطريقه اللي انتوا شايفينها. هنا حطيت البيكنج باودر، حطيت عليه معلقه الخل، ده كده عندك محسن رائع للكيك. هنزل بقى عليهم بكوبايه من الميه المغليه، وهديها تقليبه بالشكل ده. شايفين قوام الكيك؟ دي من اروع كيكات الشوكولاته اللي انت تعمليها ونتيجتها ناجحه من اول مره معاكي. باخدها كده بالشكل ده وادخلها فرن على درجه حراره 180، تاخد معايا من 30 ل 35 دقيقه، بتطلع معايا بالشكل القمر. وفي المرحله دي هجهز الكريمه. بجيب 3 كوبايات من اللبن، وانزل عليهم بمعلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا، و3 معالق كبار من السكر ورشه فانيليا. اقلب كل المكونات دي كده على البارد وارفعها على النار مع التقليب المستمر. بيبقى عندي الكريمه بالشكل ده. اول ما تعمل معايا بابلز كده استوت معايا وزي الفل. هاجي على الكيك بتاعي بعد ما كان بارد تماما، بنزل عليه بالكريمه القمر اللي انا عملتها دي. تحفه ريحتها وطعمها، مش قادره اوصف لك حلاوتها، كريميه وتجنن. بعد كده هركنها على جنب تبرد معايا، وهجيب عندي تقريبا تلت كوبايه او ربع كوبايه من اللبن المغلي، ونزلت فيه ب6 مكعبات من الكاكاو من الشوكولاته الخام، وبقلبها عندي لغايه لما تبقى دايبه معايا خالص، وبنزل بيها على الكريمه بتاعتي بعد ما بردت تماما. بتبقى بالشكل ده. بركنها عندي كده تهدى شويه، او ادخلها التلاجة ساعه واطلعها اقدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بمنتهى البساطه. كيكه تجنن. تمشيها بقى كيكه، تمشيها تورته، تمشيها حاجه حلوه تطري على قلب في الجو اللي احنا فيه ده. مش عايزه اقول لك حلاوتها. جربيها هتعجبك جدا، وما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفاد.